فاصل كتاب او بوك مارك من الكروشيه عشان تديها هديه لصاحبتها في يوم ميلادها. فالنهارده هنعمل مع بعض فاصل كتاب او بوك مارك من الكروشيه سهل جدا وبسيط، ومش بس كده كمان هقولكم ازاي تغلفوها بطريقه كيوت وحلوه قوي عشان لو عايزين تدوها هديه لحد عزيز عليكم. شفت البوك مارك او فاصل الكتاب ده اللي على شكل ورده على بنترست؟ اللي عجبني فيه انه بسيط وفي نفس الوقت شكله حلو قوي ومميز. لو عجبتكم فكره الفيديو تابعولي الاخر، ومتنسوش تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات لان تعليقاتكم ورأيكم بيهمني كتير جدا. ولو عجبكم محتوى القناة عامة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نبدأ على طول. الأدوات للخيوط هستخدم خيط أخضر فاتح من نوع هيمالايا. تاني حاجة خيط أبيض قطن فتلته رفيع، ونعرف إن القطن لما بنشده مش بيتمط معانا. وحبيت أستخدم خيط لونه بينك، كمان هنستخدم مقص وإبرة زي دي بالظبط عشان هنستخدمها في اللي احنا نداري الخيوط وننضف الشغل بتاعنا، وإبرة كروشيه 3 مللي. أولا طريقة الوردة دي الطريقة وهشرحها لكم بالتفصيل. أول حاجة هنعمل حلقة سحرية، بس قبل ما نعمل الحلقة هنسيب طرف طويل كده من الخيط عشان هنستخدمه في تنظيف الشغل. هنلف الخيط حوالين صباعنا كده بالطريقة دي، وهنجيب الإبرة وندخلها تحت طرف واحد ونشد الطرف التاني بالطريقة دي. بعد كده هنلف الخيط حوالين الإبرة ونطلع من الحلقة الصغيرة دي. طريقة سهلة جدا كده بنكون عملنا حلقة سحرية، وده الطرف الطويل اللي احنا سبناه. بعد كده هنعمل جوه الحلقة 7 غرز حشو، هندخل الإبرة جوه الحلقة ونشد الخيط، هنلاقي عندنا حلقتين. هنلف الخيط حوالين الإبرة ونطلع من الحلقتين دول. كده احنا عملنا غرزة حشو واحدة. هنعمل بعد كده 6 غرز حشو عشان يبقى عندنا في الآخر 7 غرز حشو. بعد كده هنشد طرف الخيط بتاع الحلقة عشان نضم الغرز ببعض، وهندخل في أول غرزة أو في أول سلسلة احنا عملناها. هنعمل فيها غرزة مزارقة بس مش هنكملها، هنسيب فيها آخر حلقتين دول عشان هستخدمه في تغيير الخيط. بعد ما قصينا الخيط كده بقى عندنا الجزء الداخلي من الوردة. هنجيب اللون التاني للوردة اللي احنا عايزين نشتغل بيه، هنجيب طرف الخيط ونبدأ اللي احنا نتنيه بالطريقة دي. بعد كده هنجيب الإبرة ونشد الخيط الأبيض جوه الحلقتين بتوع الخيط البينك. أطراف الخيوط بتاعة اللون الأول واللون التاني هنبدأ اللي احنا نربطهم ببعض، بس مش هنقصهم، هنخليهم معانا تحت الشغل بتاعنا. بعد كده هبدأ اللي انا ارتفع 3 سلاسل، ادي السلسلة التالتة. وهبدأ في كل غرزة حشو من الغرز دي ان انا اشتغل 3 غرز عمود بلفة، يعني هعمل 3 غرز عمود بلفة في كل سلسلة. في اول سلسلة بلف الخيط حوالين الابرة وبدخل جوه السلسلة، وبيكون معايا اطراف الخيط مش بنساها معايا. هشد الخيط هلاقي عندي 3 حلقات، هلف الخيط حوالين الابرة وهطلع من حلقتين بس، هيبقى عندي حلقتين. هلف الخيط حوالين الابرة كمان مرة وهطلع من اخر حلقتين. كده انا عملت غرزة عمود بلفة واحدة. هبدأ اللي انا اعمل تاني غرزة عمود بلفة في نفس السلسلة اللي انا بشتغل فيها حاليا اللي هي اول سلسلة. بعد كده تالت غرزة عمود بلفة. دلوقتي بعمل تالت غرزة عمود بلفة في نفس السلسلة اللي انا بشتغل فيها. زي ما انتم شايفين دول اول 3 سلاسل ارتفعت بيهم، ودول التلات غرز عمود بلفة اللي عملتهم. هبدأ اللي انا ارتفع كمان 3 سلاسل، وهعمل غرزة منزلقة في نفس السلسلة اللي انا كنت بشتغل فيها. بندخل الإبرة في السلسلة وبنشد الخيط، وفي نفس الوقت كمان هنشد الخيط ونطلع بيه من الحلقة الصغيرة دي. كده بنكون عملنا ورقة وردة واحدة. هنعمل الورقة التانية بنفس الطريقة، هنرتفع 3 سلاسل، وما ننساش نخلي الخيوط الزايدة دي معانا في الشغل. هنبدأ ان احنا نعمل 3 غرز عمود بلفة في السلسلة رقم 2 بنفس الطريقة اللي انا كنت شرحها لكم قبل كده. غرزة العمود بلفة سهلة جدا، ودي تالت غرزة عمود بلفة. بعد ما خلصت 3 غرز عمود بلفة هبدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل، وهعمل غرزة منزلقة في نفس السلسلة اللي انا بشتغل فيها بنفس الطريقة دي بالظبط. وبكده بنكون خلصنا ورقة رقم 2 من ورق الورد. هنكمل بنفس الطريقة في الراوند ده كله لحد ما نخلص السلاسل اللي عندنا. والخيوط الزايدة دي بمجرد اللي احنا خلاص عملنا ورقتين بس، ممكن اللي احنا خلاص نسيبهم ونشتغل عادي من غيرهم. بعد ما خلصت الوردة دول اخر 3 غرز عمود بلفة، هبدأ ان انا ارتفع اخر 3 سلاسل وهعمل غرزة منزلقة في نفس السلسلة. هبدأ بقى كده ان انا خلاص اسيب طرف طويل برضو من الخيط الابيض، وهبدأ اللي انا هقصه واشد الخيط من الابرة بالطريقة دي بالظبط. كده احنا خلصنا الوردة بتاعتنا. مبدئيا هنبدأ بقى اللي احنا ننضف الشغل بتاعنا. الخيوط الزيت اللي كانوا معانا تحت الشغل هنبدأ اللي احنا نقصهم، اما طرف الخيط الطويل بتاع الحلقة السحرية هنبدأ اللي احنا نشده كده، وهندخل طرف الخيط في الابرة دي. هنبدأ اللي احنا ندخلها كده في الخيط البينك، وهنلف الخيط حوالين الابرة. وبعد كده هنشد الابرة بحيث ان احنا لما نشد يتكون معانا كده عقدة خيط صغيرة بالطريقة دي.
بعد كده هبدأ ان انا ادخل الابرة تحت الغرز واخفي الخيط بنفس الطريقة دي. الطريقة سهلة، كل اللي علينا ان احنا بندخل الابرة تحت الغرز ونشد الابرة مع الخيط. بعد كده اما بنخفيها خلاص بنقص الطرف الزايد، ونفس الكلام برضو مع الخيط الابيض بندخله كده. بس انا عايزة اخلي طرف الخيط الابيض يكون في الجزء الخلفي من الوردة، عشان كده برجع الطرف لورا. بعد كده برضو في نفس الطريقة هبدأ ان انا اخفي الخيط الابيض تحت الغرز اللي انا كنت عاملاها. ده احنا بنشتغل في الطرف الخلفي من الوردة مش في الطرف الامامي، في الطرف الخلفي. بعد كده بقص الزيادة. كده بنكون خلصنا الوردة بتاعتنا. بعد كده في جزء دائري اخضر صغير بيكون ورا الوردة، وهي دي نقطة اتصال الوردة بالفرع بتاعها. هقولكم الطريقة دلوقتي. بنعمل حلقة سحرية زي ما قلت لكم عادي جدا، وجوه الحلقة هنعمل 7 غرز حشو. بعد ما بنخلص الغرز الحشو بتاعتنا اللي هما ال7، هنشد طرف الخيط بالطريقة دي عشان نضم الغرز ببعض، وهنعمل غرزة منزلقة في أول غرزة أو في أول سلسلة احنا عملناها بالشكل ده بالظبط. بعد كده هبدأ ان انا اقص الخيط واشد الخيط من الابرة، ونبدأ ان احنا نخفي طرف الخيط ده تحت الغرز. مش لازم ان احنا نستخدم الابرة الطويلة، ممكن جدا نخفي الغرز بالابرة الكروشيه العادية. طرف الخيط بتاع الحلقة السحرية بنشده كويس وبنعمل عقدة وبنخفي الطرف الخيط تحت الغرز، وبكده بنكون خلصنا الجزء الصغير بحيث ان احنا نحطه كده ورا الوردة. بعد كده هنعمل فرع الوردة، ودي الطريقة بتاعته هشرحها لكم بالتفصيل. أول حاجة بنعمل عقدة البداية، بنلف الخيط حوالين صباعنا كده، وهنجيب طرف الخيط الطويل تحت الحلقة ونشد الطرف ده ونطلعه من الحلقة بالطريقة دي بالظبط. بعد كده هبدأ أنا أعمل 50 سلسلة. انتوا بتعملوا عدد السلاسل اللي بتحبوه على حسب طول فاصل الكتاب اللي انتوا عايزينه. بعد كده هنعمل كمان 7 سلاسل، دول بتوع الورقة، ورقة الشجرة اللي احنا هنعملها في الآخر. أول سلسلة بنسيبها وبندخل في تاني سلسلة على طول، هنعمل فيها غرزة منزلقة. بعد كده في السلسلة رقم 2 هنعمل غرزة نص عمود. هنلف الخيط حوالين الإبرة وندخل في الحلقة ونشد الخيط. هنلاقي عندنا 3 حلقات، هنلف الخيط حوالين الإبرة كمان مرة ونطلع من ال3 حلقات دول. في السلسلة رقم 4 هنعمل غرزة عمود بلفة بالطريقة اللي احنا عارفينها. وكمان في السلسلة رقم 5 اللي هي السلسلة اللي بعديها هنعمل كمان غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها. في السلسلة رقم 6 هنعمل غرزة نص عمود، شرحتها لكم قبل شوية. وفي السلسلة رقم 7 هنعمل غرزة منزلقة. كده احنا خلصنا جانب واحد بس من الورقة. هنبدأ اللي احنا نلف الشغل بتاعنا ونشتغل في الجانب التاني في الغرز اللي هي على شكل لولبي دي. في أول سلسلة هنعمل منزلقة، وفي السلسلة رقم 2 هنعمل نص عمود. يعني احنا بنشتغل بنفس الباترن أو الطريقة اللي احنا عملناها في الجزء أو الجهة الأولى من الورقة، هنشتغل برضو نفس الطريقة في الجهة التانية. في السلسلة رقم 4 هنعمل عمود بلفة. في السلسلة رقم 5 هنعمل غرزة نص عمود. وفي آخر سلسلة خالص اللي هي في مقدمة الورقة دي هنعمل غرزة منزلقة بنفس الطريقة دي بالظبط. ده كده احنا خلصنا الورقة بتاعتنا. هنبدأ ان احنا نرتفع سلسلة ونقص الخيط بتاعنا ونشد الخيط من الإبرة، ونبدأ ان احنا نخفي الخيط او طرف الخيط ده تحت الغرز بالطريقة اللي احنا عارفينها عشان ننضف الشغل بتاعنا، وبرضه نقص الخيوط الزيادة. كده احنا خلصنا الورقة بتاعتنا. هنبدأ نوصل فرع الوردة ده بالجزء الصغير الأخضر اللي احنا كنا عاملينه. طرف الخيط بتاع عقدة البداية اللي احنا كنا عاملينها في الأول هندخلها جوه الإبرة بالطريقة دي، ونبدأ ان احنا نخيطها في الجزء الخلفي من الدايرة الخضراء الصغيرة دي. هبدأ ان انا ادخل الخيط بالطريقة دي، وابدأ ان انا اربطها بنفس الطريقة دي بالظبط، يعني كل حاجة مشروحة في الفيديو. بعد كده هقص الخيط عادي، مش لازم اخفيه تحت الغرز. هبدأ ان انا الجزء الخلفي من الدايرة الخضراء الصغيرة ألزقها في الجزء الخلفي من الوردة. وعشان ألزقها هستخدم الشمع السخن أو مسدس الشمع ده اللي كان موجود عندي. هبدأ ان انا احط نقطة بس كده صغيرة من الشمع والفها بالطريقة دي، والزق بالراحة الجزء الاخضر ده بحيث كده ان انا اكون وصلت الوردة بالفرع بتاعها. بعد كده نيجي لمرحلة التغليف. هبدأ ان انا استخدم ورق الابيض بتاع سكتش رسم بتاعي، مسطرة وقطعة كرتون، اي قطعة كرتون موجودة عندنا تكون متماسكة شوية، والوان ماركرز. هستخدم الالوان دي، انتوا تستخدموا اي نوع الوان متوفر عندكم، وصمغة او لزق دبل فيس يا ده يا ده. هبدأ اعمل مستطيل عملته 7 في 15 سنتي، انتوا تعملوا بالمقاس اللي انتوا عايزينه. بعد كده هجيب الكرتونة وهلزق الورقة فوق الكرتونة بنفس الطريقة دي بالظبط. هتلزقوها بقى بالصمغة او
باللزق الدبل فيس. انا لزقتها بالصمغ زي ما انتم شايفين دلوقتي عشان بس تكون الورقة متماسكة معايا. وقصيت حواف الورقة بشكل دائري، سبت مسافة 6 سنتي من فوق الورقة وعملت نقطة، وعند النقطة دي سبت مسافة 1.5 سنتي من الجنبين وبدأت اعمل خط. بعد كده سبت مسافة 2 سنتي بالطول وعملت نفس الخط ده تحتيه. الخطين دول هبدأ ان انا اقصهم، فهبدأ ان انا كده ادخل المقص كده بالراحة وابدأ ان انا اقص. لو متوفر عندكم مشرط الدنيا هتبقى سهلة بحيث ان انا كده اقصهم ويكونوا بالطريقة دي. نبدأ بقى مرحلة التزيين، تبدأوا بقى انكم ترسموا الاشكال اللي انتوا عايزينها بالالوان اللي انتوا عايزينها، وكتبت تحت هابي بيرثداي بما انها جيفت هدية. بدأت ادخل البوك مارك او فصل الكتاب اللي احنا عاملينه في الفتحة اللي احنا عملناها بالطريقة دي، ويستحسن الفتحة تبقى عريضة شوية عشان نعرف ندخل الوردة بسهولة. فكرة زيادة لو عايزين تعملوها ممكن تجيبوا فايل بلاستيك من المكتبة عادي ونقص الفايل على حسب حجم الباكج او الورقة اللي احنا عاملينها، ونلزق كل الاطراف بلزق سلوتيب شفاف بحيث ان احنا نضيف غلاف بلاستيك او شفاف فوق الباكجينج اللي احنا عاملينه. وده شكلها في الاخر. شكل الهدية بجد كيوت قوي مع انها بسيطة بس في نفس الوقت ليها قيمة كبيرة. وحاجة حلوة ان احنا نعمل فصل كتاب يفضل معانا على طول وفي نفس الوقت شكله يبقى قمر قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.